السلام عليكم احبتي. اليوم ان شاء الله راح اسوي لكم كوبة التمن، كوبة حلب الكل يعرفها. راح اشرح لكم شوي منه. عندنا هنا كوبين تمن، طبعا غسلته انا كل الزين ونقعته لمدة 5 دقائق بعدين نشفته. هذا الكيس مال التمن. عندنا هنا حبة بصل ثرامتها ناعم، بقدونس، وحدة بوتيتا اللي يعرفها بطاطا، لان اكو ناس تعرفها بطاطا، اكو بالعراق احنا نقول عليها بوتيتا مثل ما قاعد تشوفون. عندنا هنا هذا اللحم، عندنا البهارات، فلفل اسود، بهارات السبعة هذا للحم، والكركم الاصفر راح نخليه احنا بس للتمن خاطر يصير لونه، تصير يعني لونها صفرة الكبة. هاي المواد كلها قدامكم. اني بالبداية راح اجهز التمن، اخليه على النار، وبين ما اخلي التمن على النار اجهزه راح اخلي اللحم واشوحه، وهسه راح اشرح لكم. عندنا هاي البوتيتا، اني ليش راح اخلي بوتيتا؟ طبعا هاي بوتيتا راح اقطعها واخليها ويا ما راح اخليها ويا التمن، يعني بالقدر اخليها داخلها واقطعها وتستوي وياها. ليش؟ خاطر بعدين لما نعجنها عندنا الكبة لما راح تتقلص تصير كلش هشة وتنطي طعم للتمنهم. اني حكيت لكم هسه، خلي بس اوافيكم بالتفاصيل. هاي هنا أنا خليت التمن بالجدرية مثل ما قاعد تشوفون، وقطعت البوتيتا على هيجي شكل وملحته قليل، ما خليت له هوايه، وخليت له تقريبا كوبين ونص على الكوبين التمن. بس انتي يعني ست البيت انتي شوفيه لازم يكون المي اعلى من التمن، هيجي شي مبين عندكم هياته بالفيديو، هيك لازم يصير. وتركي بين ما ينشف ميه وتنصين عليه وتبدين تعجنين. انا هسه شوفتكم، بس بين ما يكمل ويستوي راح اشوفكم. مثل ما قاعد تشوفون هاي عندي نشف التمن، هسه بس راح اغطيه، انا منصي عليه النار. عندي هنا هم اللحم جهز تقريبا، اخر شيء اذب عليه البقدونس يبقى شكله حلو اخضر. هاي شوفتكم اني ارجع لكم. هذا التمن جهز عندنا هيك، هسه طلعناه طبعا حار، ننتظره لازم يبرد خاطر نعجنه. وهنا عندنا اللحم هم جهز، انتظرونا بس نعجنه ونكمله ونشوفكم اياه. هاي بس حبيت اشوفكم، اني هنا سويت 3 بس خليني اشوفكم. راح اسوي لكم وحده بالليل تدي شويونه بالماء. هاي العجينه اسويها لك هيك على شكل دائره، وهسه راح افتحها. انتم بكيفكم، تريدوها مدوره، تريدوها على الشكل هيك نفس هذا الشكل انا سويته، كبار صغار بكيفكم، عاد تبللون ايديكم. حبيت بس اشوفكم اني خاطر لما اقليها هم اشوفكم شكلها النهائي. لازم يكون الدهن غزير عندنا حامي، واحسن اني افضل اذا عندك جدريه صغيرونه تخلين بيها. ها مثل ما قاعد تشوفون راح اضربها بهذا الشكل، اطلع من عندها الهواء بالبدايه هيك صار شكل. اديرها من الجهه الثانيه هم اعدل شكلها، سهله كل سهله ما تاخذ من وقتك. اللي تحب تجمدها تخليها بالفريزر عادي تصير. هاي هياتها، شوفيهم ماما حنونه حبيبتي هنا. هاي عندكم الكبه. انتظروني بين ما اكمل المجموعه واقليها. مثل ما قلت لكم لازم يكون عندنا زيت غزير ويكون هوايه، وما نخليهم كلهم بالبدايه، نخلي وحده خاطر من اذا خليناهم كليتهم يعني 3 4 راح يلزقون بالبدايه، نخلي وحده تصير الا نخلي الثانيه بصفها. اني وافيتكم وشرحت لكم كل شيء، انتظروني بين ما نقليها ونطلعها ونشوفكم شكلها النهائي. هاي احنا كملنا من لف الكبه كلها لفيتها، وراح اقليها ايضا هم هذا الشكل مثل ما قاعد تشوفون، مبينه خفيفه وحلوه ومرتبه. تقدرين تسويها مو صعب يعني فد شي صعب، كل سهله هي. انتظرونا بين ما نقليها ونشوفكم شكلها. مثل ما قاعد تشوفون هاي اني قليت تقريبا 5 ولا وحده انفتحت. عندي هنا هم الجدريه حاره بها الزيت، وعندنا هنا الكبه هاي البقت. هسه راح اخليها بعد ما احركها، الا هي تطوف عند الكبه الا ما تنفتح ابدا. واحنا خلينا نلاحظ البوتيتا تكون هشه ومقرمشه هذا شكلها. خليني بس اكمل واشوفكم بعد. وهذا طلع شكلها اثناء ما قليتها كلها طيبه وهشه. هذا شكلها طلع مثل ما قاعد تشوفون. الوصفه عندكم صارت، وراح انزل كتابهم. يا رب ان شاء الله تعجبكم والف عافيه.